السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض مكرونة بشاميل وجلاش. زي ما انتوا شايفين اهو، انا قطعت البصل، حطيت عليه معلقة سمنة كبيرة وشوية زيت اهو. زي ما انتوا شايفين اهو، بقلبه في بعضه الاول يدبل كده. وهنا بوريكم اللبن، كيلو لبن هغليه. وهنا الفرخة بتتشوح معاكم اهي في البصلة، وحباية طماطم، نص قرن فلفل كده اهي. اللحمه اللي حطيتها دي نص كيلو، نص كيلو ده هنعمل منه الجلاش وهنعمل منه المكرونه ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين معايا اهو، هنقلبها كويس في بعضها اهي. زي ما انتوا شايفين احنا دبلنا البصله الاول، وبعد كده نزلنا باللحمه. هنحط عليها البهارات. زي ما انتوا شايفين هنحط عليها البهارات. دي معلقه بهارات اللي كنت جايله لكم عليها قبل كده، وشويه فلفل اسمر، شويه كمون، وواحده مرقه دجاج معاها اهي. زي ما انتوا شايفين اهو. مش هنحط ملح بقى، خلاص كده خليها تتشوح في بعضها حلو اهي. زي ما انتوا شايفين اهي اللحمه اتشوحت. احنا دلوقتي هناخد منها، هناخد منها دلوقتي للمكرونه، لان انا بحب لحمه المكرونه تبقى ببصل بس. وهنسيب لي شويه دولي دي للجلاش. انا بفضل الجلاش احط فيه طماطم واحط فيه فلفل. يعني احنا خدنا دلوقتي الطبق اللي انا خدته الاول هنعمل بيه المكرونه، والحبه اللي انا سبتهم في الحله دي حطيت عليهم قرن فلفل اهو. زي ما انتوا شايفين قطعته قطع صغيره، وحبيتين 3 طماطم كده نحطها عليها. ونحتاجت ملح ولا حاجه نبقى نزودها. دي للجلاش اهو. زي ما انتوا شايفين هنسيبها اما تتشوح في بعضها بالطماطم والفلفل اللي انا حطيتهم. وهنا هنعمل البشاميل اهو. انا هعمل كيس ونص مكرونه جلام للبشاميل، فحطيت تمن الدقيق بس. دي تمنه، دي تمن الدقيق. هنحط زيت، وهي حطيت سمنه برضو، وهنقلبها في بعضها اهو. زي ما انتوا شايفين اهي. هنقلب الدقيق يعني ما ياخد تشويحه شويه. هننزل عليه برضو ببهارات، شويه بهارات بسيطه، شويه فلفل اسمر، شويه كمون كده زي ما انتوا شايفين، وواحد مرقه دجاج برضو. هنقلبهم في بعض كده زي ما انتوا شايفين اهو. كل ريحه الدقيق تطلع بسيط كده اهي. قلبه اهو. وننزل عليه باللبن اهو. هننزل عليه باللبن اهو. اللبن دي كيلو لبن، هنسيب منه كوبايه للجلاش، وانا هوريها لكم بعد كده. هنحطها على الجلاش وهنشوف. انا بحب المكرونه تبقى لبن وفيها شوربه برضو. دي الشوربه بتخليها طريه وحلوه كده، بيبقى طعمها تحفه. يعني الاتنين على بعض، لبن وشوربه اهو. زي ما انتوا شايفين، لو فيها كلاكيع ولا كده هديكي بتفكيها اهي. زي ما انتوا شايفين اهو. وزي ما انتوا شايفين معانا دلوقتي جبنا الصينيه وحطينا معلقتين 3 كبيره بشاميل في قعر يعني في قعر الصينيه كده زي ما انتوا شايفين. والباقي هنحطه احنا سيبنا منها شويه عشان نحطهم على وش المكرونه، واللي فضل هنقلب المكرونه فيه زي ما انتوا شايفين كده اهي. زي ما انتوا شايفين اهي. هنحط نصها في الصينيه من تحت اهي زي ما انتوا شايفين اهي. هنفردها حلو اهي. واللحمه اللي احنا سيبناها اهي اهي. والله يا جماعه دي نص كيلو لحمه عمل الصينيتين، المكرونه والجلاش اهي. زي ما انتوا شايفين معانا اهي. بس انا بفضل بتاعه المكرونه تبقى بصل ولحمه بس، مش بحب فيها طماطم ولا بحب فيها فلفل. وانتوا قولوا لي ايه رايكم برضو. في ناس بتحبها كده وفي ناس بتحبها كده
والآراء لبارة السلع زي ما انتوا عارفين، كل واحد وذوقه كده، وانتوا شوفوا رأيكم برضه زي كده ولا ايه. اهو زي ما انتوا شايفين. في ناس زي ما انتوا عارفين بيحبوا يحطوا البيض على وش الصينيه كده، أنا مش بحبها كده، بتبقى فيها زفاره. انا بعمل زي ما انتوا شايفين كده بيضتين، بحط عليهم شويه فلفل اسمر عشان الزفاره. اهو بضربهم حلو في بعض، واحط عليهم المشاميل اللي انا سيبتها على الوش اهي زي ما انتوا شايفين اهو. اهو بقلبها في بعضها اهي. انا بحبها كده كده، مش بتبقى فيها ريحه زفاره ولا بتبقى كده في بعضها، بتبقى احلى اهي زي ما انتوا شايفين. اهي معانا اهي المشاميل بتاعتها مظبوطه اهي زي ما انتوا شايفين اهو. هنحط عليها شوية جبنة موتزاريلا على الوش اهي، مش كتير يعني، حاجة بسيطة كده تدي لون برضو. اللي مستحب يعمل كده يعمل، مش مستحب ومش عنده مش يحط عادي يعني، مش برضو هتبقى تاخد لون كويس وهتبقى حلو. دلوقتي جينا للجلاش اهو. اهو هنفرد واحدة عكس واحدة كده زي ما انتوا شايفين، وكل يعني 3 طبقات كده بالفرشة زي ما انتوا شايفين كده. هندهن بس ايه، اللي عايز يدهن سمنة يدهن، اللي عايز يدهن زيت يدهن، دي زيت اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. اهو اهو زي ما انتوا شايفين. عندنا نفرد واحدة عكس واحدة كده عشان نملى الفراغات كلها، كل الصينية تبقى متساوية مع بعض. اهو زي ما انتوا شايفين معانا برضو هندهن حاجات بسيطة كده يعني، مش نكتر برضو عشان مش تبقى سمينة وتتعبنا. اهي زي ما انتوا شايفين معانا اهي. هي رصنا الصينية. دلوقتي هنجيب اللحمة. اللحمة انا قلتلكوا انا حطيت عليها قرن فلفل قطع صغيرة وحبتين 3 طماطم كده، دي في الجلاش انا بحبها كده. ولو في جزر بتبشر جزر برضو بتحطها معاه بتبقى تحفة، بس انا للأسف مش كان عندي، برضو بيديله طعم جميل خالص للجلاش. اهو شفتوا الكمية يا جماعة، النص كيلو لحمة عمل ايه، عمل الصينيتين اهو. وفرنا مع بعض، واللي نفسه في كده ياكل واللي نفسه في كده ياكل، ونفرح الجميع اهي زي ما انتوا شايفين. وبرضو كتبوا في التعليقات وقولوا ايه رايكم وانتوا بتعملوه كده ولا ايه. عادي حتى شفتوا الجلاش متقطع من بعضه كده عادي، مش بيظهر ما بيستوي، انت مش تجلجي يعني، انت بتحطي كده واحده كده وواحده كده، انت ما بتحط عليه الخلطه بتاعته خلاص مش بيجرى حاجه وبيبقى حلو برضو اهي زي ما انتوا شايفين معانا اهو. الخلطه اللي انا وريتها لكم ديت كوبايه لبن وبيضه وشويه فلفل اسمر وشويه كمون وربع كوبايه زيت، فرمتهم في الخلاط، ضربتهم في الخلاط عشان دي الخلطه اللي هحطها على وش، بس انا جبت الحته وانا بفرمها نسيت اوريها لكم. فدلوقتي دي انا جهزتها، هي كوبايه واحده، كوبايه لبن واحده اهي، على بيضه واحده وشويه فلفل اسمر عشان الزفاره وربع كوبايه زيت، دي اللي هنحطهم على وش الجلاش اهو زي ما انتوا شايفين. هنقطعه عكس عكاس كده اهو اهي. انا فرمتها في الخلاط مع بعضها، اللبن مع البيضه اهي اهي زي ما انتوا شايفين. مش هتكتر، هي مقدار كوبايه يعني زي كوبايه العصير كده
حطها عليه عشان مش يبقى برضو ايه اهو زي ما انتوا شايفين اهو طلع. والله التصوير مش مديله حقه، كان تحفة. وهنا المكرونة اهي اهو زي ما انتوا شايفين. ألف هنا وشفا، وقولوا ايه رايكم اهي اهو زي ما انتوا شايفين اهو، وبألف هنا وشفا اهي مكرونة بوريها لكم اهي، كانت تحفة. مش تنسونا في اللايك والاشتراك عشان نكبر بيكم. مع ألف سلامة.